السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت، واليوم الحلقة السادسة. اليوم يا شباب ان شاء الله تكون حلقة حلوة وممتعة. اليوم عندنا شغلتين نسويها يا شباب، اللي هي ندور على الذئابة. مثل ما تعرفونهن حرسنك ويحملنك من كل شيء، اي ضرر او اي واحد معادي الك، واللي تضربه انت بدون حتى لو هو مو معادي راح يهجمن عليه ويقتلنه، فمفيدات كلش يا شباب. وشغلة الثانية انه راح ننقل الشغلات اللي عندنا بالبيت السفلي الى العلوي، هو البيت الجديد. خلونا نبدأ الحلقة وان شاء الله تكون حلقة ممتعة. خلي ياكل يعني مبين جوعان. يلا خلونا ننزل لان طقينا سيلفي ويا البيت. اول شغلة خلي نسويها لان مبينة الدوار على الذئابة. حنا والله ما ادري يا شباب بالضبط الذئابة مدري كلاب ما اعرف، بس اللعبة مسميتهن ذئابة. نلقاهن والله كريم وانتو حكموا. فاول شغلة خلي ننقل الشغلات اللي عندنا هنا. نضبطهن يا شباب بالطابق العلوي. هسه من اخذنا هذا اول صندوق، خلينا نروح نوزعهن. خلي نصنع بعد صناديق 2 على مود نوزع بطريقة نظامية. يلا هنا صندوق شغلات مثل الاكل غير ذلك. مثلا نحط لنا كم سلاح اللي يفيدنا اليوميات، اللي هاي خاف نريد نزرع، والسمك هذا ما راح يفيدنا. عندك هذا والاكل، بس الاكل هذا خليه عندنا. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية هنا هم راح نحط لنا صندوقين للبلوكات، انواع البلوكات. وبعد صندوق ما حسبنا حسابها، وصندوق للأسلحة على مود ما حاجة بعد نروح نصنعه. هاي قبل افتح الصندوق وكمل لك أسلحة. خلينا ناخذ هذا حلو. قبطن شغلاتنا ما ردنا هيك لان كل شي يصير خاف يرحل. يلا هسه شو نسوي؟ خلينا ننقل بعض الشغلات. لا مو نفسها، خلينا ناخذ خاف يختفن. يلا خلي نصنع بعد معانا. وين دست بعد الصندوق؟ يلا بس هاي وين راح نحطهن؟ خليهن هذن هسه نرجع لهن، ما راح نطول. نحط الأسلحة اللي هي وين نحطهن؟ الصندوق الأول فوق هنا يا شباب. هنا مكان حلو، وحتى العوادين على مود اسمه والاسهام. يلا هذا نخليهن بس. خلي ناخذ لنا واحد للاحتياط. حتى هاي السنارة تعتبر سلاح. فهذن الاسلحة. وصندوق هم للزرع. اول اللي زرع راح يصير يمنا هناك، اللي هو ما يشمل هذني وهاي والاكل. وهذني البلوكات هنا نحطهن اي بلوك. وعندك هنا لا الفحم ما راح نحطه هنا، خلوكم ويانا. خاف واحد يدخلنا منه. هسه اخذنا هذين، خلينا نصنع بعد الصندوق. وبعد بس هاي ما راح تكفي، هي 9 لازم.
ثمانية. حلو. ما حسبت لها. عاد شنو بي؟ حلو. هو شغلات بي خلينا هم مثل شي حسبالي راح انا والله. يلا هسه خلينا نسوي بيها. خليك هنا على ما نروح نوزعهن. وراح نخلينا صندوق هناك للشغلات اللي ما تتحصل بسهولة. هذه كل شغلة مهمة عندك، هذني كلش مهمات. وبعد هاي همه هذني بالضبط. وعندك العظام همه والحبال هاي سهلة. وهاي كنوزنا. وبعد ماكو شيفة قالي هنا. وهنا الريش على مود نصنع بيها الأسهم. ريش وعوادين تحتاج. وبعد يمكن ومن هاي خليهن هنا الأسلحة. وهذا البلوكات. وهناك الحبشكلات اللي هي تشمل الأكل والبيض والشغلات يعني اليومية دائما نستخدمها. حتى الشمع راح نحطه هنا. هذا صندوق للمخالفات اللي ما راح يفيدنا اصلا. نسينا فر الشغلة. هذا البلوك ما حطيناه. وعندنا هم اسلحة هم ما حطيناها. مرت ليلة كاملة بس على ما ودينا هذن. حلو. وهذا خليه نخاف يفيدنا. هسه خلينا ننقل المصانع بس ولو خاف الليل. يلا المهم مالنا قرب. واخيرا طلعت اول قرعة. اول قرعاية. وهذا المندار خليه هنا. حلو. هسه اخير مرة راح نتخليك لان بعد ما راح تفيدنا بس ولو راح تبقى ذكرى باذهاننا. الله وياك يا بيت العزيز. بعد هذا قفلنا البيبان عليه الا تدور بينا الدنيا وينتهي هذا. يلا نرجع له. عندك هذا هم الاكل. هذا خليه ويانا ناخذ 6. وهذن المصانع اللي هن هنا. مكانهن مو حلو طبعا. هنا نخلي بس نخلي الكرافتن. اكو مكان هنا بالدهرة. هنا نخليهن شلون يعني. وحدة فوق الثانية. حلو. هنا المشاوي اذا عدنا شغلات نريد نسويها هنا. وهسه شباب خلونا ننام على مود نروح ندور على الذئاب لان يفيدنا كلش للحراسة وحماية وكل شي. يلا هسه خلي نفرق كل شي. وناخذ العظمات لان هي اهم شي. العظمات من تعطي العظمة يلا على ما يحبك ويظل يركض وراك. هاي الأسلحة. حلو. وهاي البلوك خليهن هنا. يلا هسه شباب ما عدنا شي. خلونا نروح ندور على الذئاب لان مهمات كلش. هسه الاهم لقيناه هو اللي القرع. والثاني هي الذئاب. مدري كلاب ما اعرف بالضبط. إن شلاب بس هي باللعبة ما أعرف إيش بيهم مسمينهن ذئاب.
المهم خلينا نتقاهن والله كريم. خلي من يا جهة نطلع، خلي نطلع من هاي الجهة. ما بيك لحم انت؟ اها بيجي حلو. بهذا المكان يا شباب يمكن نلقى، لان اذا موجودة هاي الاشجار نلقى يمكن، لان هي بهيج ارضية. هو طبعا يرس بنا الذئاب. هي بهيج اشجار اللي هي والله شو اسم نوعية هاي الشجرة، بأشجار البيسيا يا شباب. هنا نلقى الكلاب او الذئابة. هنا بهذا هيك ارضية وهيك اشجار، اذا لقينا ارس بنا، بس ما اعتقد هنا لان مكان قليل من هاي الاشجار. والله حلو هنا. شلون حلو، شوف نفقات وما اعرف شنو. خلينا نطلع من هناك. وهذا القرع طلع قريب يمنا والله، من انا ما ادري بيه، ورحت اخذته من اخر الدنيا. حرامات فاتنا، بس حبة واحدة هنا بس على الاقل الله يفيدنا ب4 بذرات. حلو. طيب هاي اللي ان شاء الله نلقاهن على وقت، لين هي طبعا راح تمر ليلة كاملة، بس نلقاهن ونرجع بسرعة. وعلى فكرة شباب، الذئابة ما يرس بنا الا بهيك اماكن او اشجار كثيفة، يعني مثل هاي النوعية البيسيا، او بعض الاحيان باماكن خضراوية تلقاهن، يعني 10% اكو امل تلقاهن، بس الكثافة بهذا المكان. اذا لقيت هيك اشجار راح تلقى الكلاب او الذئابة. هنا كميات القرع وما ادري بيهن والله يا شباب. تعبت على ما لقيته خلف الكواليس وطلع بصفنه، بس يلا حلو خوش كمية. بعد عندنا منها همه. شوف والله كم وحدة. وين راحت؟ 12 وحدة هنا. كنا بس نريد لنا بس فقط وحدة. يلا خلونا نكمل. تعرفون حظي يا شباب، انا بسرعة ما شاء الله بسرعة هسه القى. شوفوا بسرعة بعد تعرفونه. ماكو حتى صوت، ماكو لان صوتهن السمعة من بعيد، يعني قبل لا توصل لهن اصلا سامع صوتهن انت صنت. يلا مدام لقينا اشجار كثيفة من هاي البيسيا اكو امل نلقى الذئابة. مدام هيك مكان هاي لاقين، وما نرجع اذا مو بذيابه، ما نرجع. حلو. لا
عبرنا من هنا هاي الفتحة. وخلونا نعرف شباب، خاف نتيه الطريقة اللي اجينا منه، اي من هناك خاف نتيه وش رجعنا النوب. هذاك ارنب، اول ارنب اشوفه بهذا العالم، لان ماكو قريبات على منطقتنا، وسريع طبعا كلش. شوفوه ما اعرف والله بيه لحم. لا هذا صغير، هذا الارنوب ما بي اي شيء، بي صمت. واتمنى يا شباب انتو نلقالنا قرية اذا هاي بطريقنا، لان بيها هواي شغلات. شو ماكو شي، حتى حيوانات من هاي العادية هم ماكو. شنو السالفة؟ ايش عجب ماكو؟ اي بعد شباب عرفتوا حظي، هذا حظي يعني. هنا شنو هنا؟ هنا بس خنازير، بلكت ما نرجع خائبين. حظي ما يقعد، اقعد وياي هالمرة اقعد. ها شوف الارنب. طبعا على فكرة شباب، هذني الكلاب ما ادري الذئاب يسمونهم بالضبط، انا راح اسميهن كلاب وفكينا. وعلى فكرة يا شباب، الكلاب دائما اذا شافن ارنب يركضن ورا، هسه ماكو يعني، دائما يلحقنا لوين ما يروح. مبين بهذا مامرس بنات، بس انه طبعا هنا يعني تلقاهن، بس ماكو. خلونا نطلع من ذيك الصفحة بس تكون ما نتيه ونرجع بسلام. هذا الدجاج. تعال مكان والله حلو هنا، صافي صافي كلش حلو. حاس انه راح القاه هنا، حاس بلكت واحساسي ما يخيبني ان شاء الله، احساسي ما يخيبني. والله هي كنا ماكو كلش، حظنا ما قاعد كلش. بعد وين نروح؟ هاي فريت المكان كله وماكو. بعد وين نروح؟ ها شوفوا هذا مثل القلب صاير، بس طقطق هذني البلكات يصير حلو. اخير امل انه شباب من ذيك الجهة، وها هي اذا ماكو راح نرجع خائبين. ها شوف هنا مكان الورد شلون حلو. يلا جاع خلي نوكله.
طبعا راح يصير الليل ما لقينا. اهو هذا كبير كلش. يلا خلينا نتفتل بيه على قولتهم. اتمنى نلقى بسرعة على مود نقدر نرجع. مادام ويانا كلاب نقدر نرجع بسرعة، يعني راح يحملنا. وهم انا ما اريدهن يموتن بسرعة، بس هسه خلي القاهن وانا اعلمهن اذا ماتن. ماكو صنته. هذا الدجاجات. لا صنته ماكو كلش. شو نسوي هسه؟ شو نسوي؟ خلي نصنع لنا فراش. هم ما جبنا ويانا احنا. يلا هذين كلش كافي. نطم روحنا بسرعة. هنا أنا اول شي خلينا نصنع لنا كرافتين. بسرعة قبل لا يرسبن الزومبي. يلا خلينا نرجع لبيتنا يا شباب، وما اطول عليكم. خليكم وين المقطع، واتمنى نلقاه بالطريق. اها يا شباب لقينا مفاجأة اكبر اللي هو الحصان. لقينا الحصان، بس خلينا نحجز لنا واحد بس. ايش راح ندله؟ وما عندنا سريج، والسرج ما ينصنع الا تلقاه بقرية قروية او شوف شنو، او الهرم بالصحراء همه. خلوه يا شباب، خلوه نلقى غيره. احسنه والله، سهلة الحصول عليها، بس الذئاب شوية. واو يا شباب، واو لقينا، واخيرا لقيت الذئاب. واخيرا شوفون يا شباب، إن كلاب. حتى شوف هسه الصوت مالهن، هذا الصوت هن كلاب، وهاي هي ما حباني. يلا هسه واخيرا بقى حباني، مدام طلع هذا اللون الاحمر هسه يصير وياي ويظل يمشي وراي ويحميني من اي شيء. ناخذ لنا بس 2 كلش كافي. لا خلص العظمات وما حبنا. والله خلينا نعطيه لحم. طلع قلوب، بس ما راح يمشي ورانا اذا مو العظمات. وبعد ما مرت ليلة كاملة يا شباب، خلونا نشوف هسه بلكت يتزاوجون على مود يجيبون كلب صغيرون ويصيروا ويانا. والله هذا كاتلين خروف. وين مالتي؟ وين صاحبي؟ هذا صاحبي. هاك والله كيل، وانت تعال كيل. ما تزاوجوا يا شباب، ما اعرف بالضبط ليش. خلونا نرجع ويا هذا، واذا حصلنا عظام يا شباب اتمنى نرجع بهذا المكان ونلقى هذا الكلاب على مود ناخذهن. خلونا نرجع ويا هذا الكلب الوفي صديقي. هذني الخنازير يا شباب، خلي لحمهن هذا كله للكلاب. وين هذا كلبي الوفي؟ تعال شوفوا شلون وفي، ما راح يتعبنا طبعا.
ما هو تعافي عافية يا وليدي، هاك هاك اكل اكل، ما اريدك تنقص. يلا اكل هذا وانا على هذا. طبعا دائما يساعدني. حلو. ها عافية يا بطل. خلونا نرجع ونضم هذا، نضم هذا الكلب مكان على مود ما يتأثر بأي شيء وما يموت، لأن ما عندنا بس هو هذا غيره. بعد يا شباب ما وصلنا للبيت اللي هنا يا شباب. خلونا نختم. أتمنى عجبتكم الحلقة، وإن شاء الله الحلقة الجاية راح تكون أفضل. ولا تنسونا دعمكم للقناة، واشكركم على المشاهدة. أودعناكم.